عندك 10 قرون، 5 قبل الميلاد و5 بعد الميلاد. هاي يسموها الحضارة اليونانية الرومانية، تبدي من سقراط وتنتهي بسنة 476 بسقوطها وصعود المسيحية. وهنا تبدي عندك العصور الوسطى اللي تنتهي بسقوط الحضارة البيزنطية بالشرق عن طريق الأتراك. هنا هاي من صعدة المسيحية بعد ما تشتري أفكار الحضارة اليونانية وفلاسفتها وأفكارها بزبانة، وإنما تريد أفكار المسيح والأفكار الكنيسة المسيحية هي اللي تمشي. فهنا تبنوا أفكار القديس أغسطين. أغسطين بكل بساطة جاب لك الدين المسيحي وجاب لك أفكار الفيلسوف أفلاطون، عجنهن سوا طلع لك بفكر جديد. هذا راح يمشي أوروبا لمدة 5 إلى 6 قرون. طبعا هاي يسموها المرحلة الأولى من العصور الوسطى، اللي تعتبر ظلام دامس وسيطرة رجال الدين على رقاب الناس بدون أي نتاج معرفي، أي نتاج علمي نهائيا. بعد هاي ال5 قرون بدأت تظهر بوادر جديدة من ناس منا ومنا يحاول يوفق لك بين العقل والنقل، نقاشات من النقل، إذا تعارض النقل مع العقل من نرجح وإلى آخره. ظهر لك شخص اسمه توما الأكويني. توما الأكويني ظهر بنص هذا الصراع بين الأصوليين اللي هم رجال الدين اللي يؤمنون بالنقل وبس، وبين ناس تحاول توفق بين العقل والنقل. فسوى هذا، جاب لك الفكر المسيحي وجاب لك أفكار الفيلسوف أرسطو، عجنهن سوا وطلع لك بفكر جديد. لكن بصراحة أرسطو لو طالع من قبل ذاك الوقت فراح يقول نفس ما قال ماركس من عزموه للحزب الماركسي وقال لهم أنا ماركس لست ماركسيا، لأنه هاي الأفكار ما تمثلني. نفس الشيء راح يقول أرسطو التوما الأكويني، لكن يعتبر خطوة متقدمة على أفكار أرسطين. هنا شوية بدأت الأفكار شوية نوعا ما أفضل، وهنا القديس توما الأكويني حاول أن يوفق لك بين العقل والنقل من خلال أرسطو بالفكر المسيحي وإلى آخره، اللي هو نوعا ما أفضل من أفلاطون المثالي. تمام. بعد قرن من هذا الوقت تبنت الكنيسة المسيحية أفكار القديس توما الأكويني، وأصبح الفكر الكنسي يمشي على هذا الفكر الأرسطوطاليسي الجديد. تمام. لكن أثناء ما كانت أوروبا بهذا الظلام الدامس وبهذا السبات الطويل، كان العرب يسوون حضارة عربية إسلامية استمرت تقريبا 5 قرون، مزدهرة بالعلم والفلسفة والترجمة. ترجمة كتب أرسطو وأفلاطون والفلاسفة اليونانيين اللي كانوا أوروبا نفسهم رافضيهم نهائيا، وكانوا ينظرون للفلاسفة العرب مثل الغازي وابن سينا والفارابي وابن رشد مثل ما احنا اليوم ننظر لديكارت وبيكون وهيجل وكانت ونيتشه والى اخره. لكن اثناء ما كانت اوروبا تحاول ان تدرس كتب العرب وتحاول ان تستيقظ من نومها وسباتها الطويل، العرب بدأوا ينعسون وناموا، والنوم نومه الى يومك هذا. وبالفيديو الجاي اسولف لكم عن عصر النهضة والتنوير.